انزل اجيب حاجه، ولكن من اول ما صحيت ما صورتش اي حاجه. ده بسبب ان انا اول ما صحيت ما كنتش ذاكرت اليوم اللي قبله، بسبب ان كان ورايا حاجات كتير جدا، فما كنتش ذاكرت اليوم اللي قبله لاي حاجه الماده بتاعت النهارده. بس النهارده على الساعه 5 كده ذاكرت شويه وبعدين نمت. كملت المذاكره في المواصلات ولسه خارج من الامتحان. يعني المفروض ان انا عرفت احل، وده شيء قلقني ان انا عرفت احل، مش عشان حاجه، ولكن الفكره انت عرفت تحل الماده من غير ما حاجه تقف قدامك. فيا اما انت هابط كتير يا اما انت حل حاجات غلط كتير، هو الاتنين واحد. عشان كده مش عارف، بس اكيد حل كويس، مفيش غلطات كتير. المهم انا حاليا في الدقي رايح اجيب حاجه كده من مكان هنا. تعرفوا ايه الحاجه دي بعد ما اجيبها، فخليكم معايا. في الغالب انت مش شايف اي حاجه تقريبا، ولكن لما نزلت اجيب حاجه من الدقي، المكان اللي انا رحت اجيبها فيه مش موجوده فيه، في مكان تاني بيبيعها. هو المكان ده اللي انا هروح. في مكان هنا في الزمالك ولكن بعيد شويه وانا مكسل اتمشى له الصراحه، لكن في مكان تاني قريب في وسط البلد جنب المترو على طول. فهو ده المكان اللي هروح اشوف، اتمنى الاقي الحاجه اللي انا عايزها دي موجوده. المهم بقى اول ما خرجت من الامتحان ما كانش في ولا عربيه ان احنا نمشي، فركبت عربيه نقل اللي خدناش علقه يعني زي زمان وكده. المهم كان نفسي اصور ولكن ما كانش في اي فرصه ان انا اصور للاسف، بسبب ان انا كنت مش علق، فما كنتش عارف امسك الموبايل واصور، والترايبود كان في الشنطه، فما كانش في مجال ان احنا نصور نهائيا. ولكن كده كده اخر يوم امتحانات، اكيد مش هيبقى في عربيات، فهناخدها شعلاء تاني النهارده لحد ما نلاقي مواصلات ننزل بيها المترو مش عارف ايه. فاكيد يعني هنكرر الموضوع ده، دي مش اول مره بنعمله كتير جدا، فالموضوع عادي جدا. المهم هنزل اشوف المكان اللي بقول لكم عليه دلوقتي، يا ريت الاقي الحاجه اللي انا عايزها موجوده، بسبب ان انا عايز اجيبها فارغ الصبر. اظن انتوا كده شايفين لو اوفر برايت ومش عارف ايه، بس اوكي هنظبط الاعدادات. المهم الزاويه دي احسن ولا الزاويه الواسعه احسن؟ عايز اعرف رايكم، الزاويه دي ولا الزاويه الواسعه؟ الفكره في الواسعه ان الكواليتي بتاعتها مش كويسه قوي، لكن الزاويه دي الكواليتي بتاعتها كويسه قوي، العدسه دي يعني. فعايز اعرف رايكم، هل نضحي بالكواليتي ولكن ناخد زاويه اوسع، ولا نفضل مع الزاويه دي وناخد كواليتي اعلى؟ فعايز اعرف رايكم تحت كده. مش قادر افهم يعني انزل المكان التاني برضه اللي هنا عندوش برضه الحاجه اللي انا عايزها. مش كان هي حاجه بسيطه جدا يا جدعان، مش عايز اقول لكم طبعا هي ايه، ولكن هتعرفوا هي ايه بعد ما اجيبها. قررت ان انا هنزل في يوم تاني بجيبها، ده بسبب ان انا تعبان جدا، مش نايم غير 3 ساعات، فانا مش قادر حرفيا، عايز انام. عشان كده مش هلف عليها تاني النهارده، ف يوم تاني ان شاء الله، لان بجد انا تعبان عايز انام، مش قادر جدا. فيوم تاني انزل اشوفها عند اماكن تانية بقى، هكلمهم قبل ما انزل. هو اللي بكلمنا، ولكن كلمتهم محدش رد عليا، بيقول لي هتلاقينا ردينا عليك، ولكن محدش رد عليا. بيقول لي بس عشان ضغط على الصفحه ومش عارف ايه، وشويه الحاجات اللي هم بيقعدوا يقولوها دي. ولكن يوم تاني ننزل نجيبها. المهم ان انا دلوقتي نجيب اي حاجه اكلها واروح، بسبب ان انا تعبان جدا، مش نايم غير 3 ساعات زي ما بقول لكم. مش ملاحظين حاجه بقى، لسه معدي من قدام عربيه بوليس محدش وقفني وقال لي انت بتعمل ايه. في تطور يا جدعان، لا والله في تطور. ده انجاز كبير جدا ان انت تعدي من جنبهم ومحدش يوقفك يقول لك انت بتعمل ايه. خاف بعد كل ده واحد جاي من ورايا عليه بيقول لي انت بتعمل ايه، ولكن يعني انا جبت حاجه اكلها وانا مروح. ليه انا مروح لسه معايا طريق تقريبا ساعة ونص ساعتين على حسب الطريق، ده غير العربية لسه على ما اتحمل. في حاجة بقى، هو الصوت ده مش واضح دلوقتي عشان السبتايتل هنا، لأن أنا مش هصور الشوط ده تاني زي المرة اللي فاتت، أو مش هلغيه زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت صورت معرفش ايه مشكلة الصوت، أنا مش فاهم يعني. اللايف لما الموبايل بيحاول يعزل الصوت اللي حواليا بيعزل صوت أنا أصلا، صباح الفل. لكن أنا رايح البيت جبت حاجة أكلها عشان جعان جدا لحد ما نروح. المشكلة بقى في امي ان هي بتعمل احلى اكل طول ما انا بره البيت.
وانا بره البيت النهارده كان من احسن حاجه. مش عارف اعمل معايا ايه تاني. لسه واصل دلوقتي، ما اتأخرتش في الطريق كان فاضي، ما كانش زحمة يعني، ولا كده السواق كانت رجله خفيفة جدا، السواق كان ماشي بطيء. أنا أكره السواق اللي يمشي بطيء والطريق فاضي، ولكن يعني المهم إن إحنا وصلنا. في بقى حد كمل لحد هنا. أقول لكم على الحاجة اللي أنا كنت عايز أجيبها. أنا كنت عايز أجيب نوت بوك، ولكن مش نوت بوك عادية، كنت عايز أجيبها بورق فاضي، مش عايز فيها الورق المسطر والكلام ده. كنت عايز أشبه بالسكتش بوك، ولكن اتس نوت سكتش بوك، اتس نوت بوك، ولكن مش لاقيها للأسف، مش عارف ليه. كل النوت بوك اللي موجودة كلها موجودة كلها مسطرة، وأنا مش عايز حاجة زي كده. أنا عايز حاجة تبقى ورق فاضي. مؤخرا لما بدأت أكتب في ورق فاضي وكده، لأ حبيت الموضوع أكتر من الحاجات المسطرة وكده، ولكن أكيد هلاقي يعني. أنا مش عايز أجيب سكتش بوك بسبب إن السكتش بوك يختلف عن النوت بوك، بسبب الورق مختلف، سمك الورق والكلام ده مختلف. عشان كده لو ما لقيتش هجيب سكتش بوك وخلاص، واكتب فيها واعمل فيها بس كده يعني. دي الحاجة اللي كنت عايز اجيبها. النهارده كان يوم يعني والله هو مش يوم وحش، ولكن يوم متعب. ثاني سكت.